السلام عليكم. هتكلم النهاردة عن سر استبعاد 716 شخص من قوائم الإرهاب، وكمان عن توطين اللاجئين. هتكلم الأول عن سر استبعاد 716 شخص من قوائم الإرهاب دفعة واحدة. بيقولوا إن ده قرار قضائي أصدرت من النيابة العامة. البيان بيقول إن محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة أصدرت القرار ده. هم كلهم على بعض 1500 شخص، معظمهم من قيادات وأعضاء جماعة إخوان وتمويل الإخوان. القرار القضائي مش سياسي، يعني مش من سلطة تنفيذية، ولكنه قرار قضائي بس. البيان بيقول إن الناس اللي طلعت دي من اللي استبعدت من قائمة الإرهاب عشان يفتحوا صفحة جديدة اليوم وانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين بيحافظوا على البلد وبيعيشوا بأمان على أرضها. هو ده البيان. انا بقول يا ريت والله ان يكون افكارهم فعلا اتغيرت وان هم يعيشوا بامان، يعني هم يعيشوا بامان، بس احنا نفسنا احنا اللي نعيش بامان منهم بصراحة، مش هم اللي يعيشوا بامان. فالخوف منهم من كده انهم افكارهم يا ريت تكون اتغيرت وعرفوا الصح من الغلط ويقدروا بقى ان هم طلعوا بقى من القوائم وكده. يا ريت يعني ما خربوش البلد من تاني زي ما عملوا قبل كده. هم اصلا سبب في خراب البلد من زمان، يعني كانوا بيحطوا قنبله في اي حته في الشوارع. من ايام حسني مبارك زمان بيحطوها في اي حته، وناس ماتت وناس ما ملهاش في اي حاجه، ناس عاديه ماشيه في الشارع ويموتوهم. كانوا عاوزين يعملوا مشكله في البلد وخلاص. بيضربوا الكنايس، حتى الجوامع ما سابوهاش. كانش الناس مستريحة، ما كانش الناس يعني مش مستريحين يعني منهم. حتى السياحة ما سابوهاش، يضربوا في السياحة، يضربوا في الناس، يضربوا في أي حاجة. ف فالفترة اللي فاتت بقى لما بقى السيسي جه بقى وكده، فاستريحنا من الإرهاب بصراحة، وما فيش إرهاب خالص، والإخوان من كل حتة في سيناء أو في مصر كلها، واستريحنا وكده. الناس اتضايقت وزعلت من القرار ده، ان الاخوان هيرجعوا تاني ولا ايه. في ناس بتقول ان جماعة الاخوان ضعفت مش زي زمان واتفككت واتقسمت، فعمرها ما يحصل مصالحة معاهم، وان الحكومة عمرها ما يحصل مصالحة معاهم، عشان هي اصلا جماعة الاخوان خلاص ضعفت. ولكن انا خايفة ان من الاخوان ان هم ممكن يتجمعوا تاني ويتقووا من تاني، هم عندهم صبر لكده. عايزين يوصلوا برضو الحكم تاني زي ما وصلوا قبل كده واحنا مشيناهم. الناس ما كانتش عايزة حكم الأخوان، فالشعب المصري كله زعلان من القرار وكله خايف من الأخوان. القوام الإرهاب دول، الناس اللي كانت في قوام الإرهاب دول، هم فلوسهم بتبقى متجمدة، بيتعرضوا أموالهم للتجمد تجميد وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة بتاعتهم، وبيبقى منعين من السفر، يعني اللي في مصر يعني ممنوع من السفر. اما اللي بره طبعا دول اللي بره خلاص يعني ما بيجوش مصر. اما الفلوس بقى، فبعد القرار ده الفلوس كده عادي يتصرفوا في الفلوس عادي. وده كويس ان في حاجة ان عشان الازمة الاقتصادية بتاعتنا فبتبقى في حركة فلوس يعني احسن. ولكن بيقولوا ان اللي هم اللي طلعوا من القوام الارهاب دول يعني ما فيش اسقاط اي قضية جنائية عليهم، يعني هيتحكموا بالقضية بتاعتهم زي ما هي، ما فيش تغيير في القضية بتاعتهم. اي واحد محكوم عليه محسوبة، ما فيهاش ايه، ما فيهاش اي حاجة تانية. في ناس بتقول انه ضغط من منظمات حقوق الانسان او من صندوق النقد ان هو ضغط على الحكومة، علشان كده يعني طلعناهم وكده واستبعدناهم من قائمة الإرهاب. ده رأي. بس أكيد يعني بعد القرار ده، يعني اللي احنا خدناه انه احنا طلعناهم من قائمة الإرهاب، أكيد هيكون في مراقبة لأي حد من اللي هم طلعوا دول، اللي هو الإرهابيين من قائمة الإرهاب دول. أكيد بيبقى في رقابة بعدها، اللي في مصر، يعني اللي هم عايشين في مصر. في رأي تاني بيقول اني علشان
مفاوضات مصر يعني بتعمل مفاوضات مع إسرائيل علشان نوقف حرب غزة. فبيقولوا إحنا حابسين الإخوان أصلا وكده. إسرائيل يعني بتقول إن مصر حابسة الإخوان وإن إحنا حاطين ناس على قائمة الإرهاب، فهم مش عايزين يتفاوضوا معانا عشان كده. فهو احتمال إن هو عشان كده يعني طلعناهم من قائمة الإرهاب، عشان كده طلعناهم من قائمة الإرهاب عشان نعرف نتفاوض معاهم إن احنا طلعناهم خلاص مع إسرائيل يعني بعد كده علشان إيه نوقف حرب إيه غزة. ده رأي تاني. ففي يعني آراء كتيرة، وأنا بقول أكيد القرارات دي وراها حاجة مش عارفينها وأكيد قائد البلد خايف يعني خايف على البلد أكتر مننا. فأكيد يبقى في سبب من الأسباب إن احنا عملنا القرارات دي. في حاجة احنا منعرفهاش يعني. حكاية بقى توطين وتجنيس اللاجئين في مصر. احنا عاملين قانون اللاجئين في مصر جديد، يعني علشان يعني اي حد لاجئ بيروح لجنة، في لجنة جديدة عاملينها حكومية لتسجيل اللاجئين، مش المفوضية لشؤون اللاجئين. الأول كانوا بيروحوا المفوضية لشؤون اللاجئين، فاللجنة دي بقى عشان يسجلوا اللاجئين وبيوافقوا عليهم أو لأ، وبيحصروا الأعداد بتاعتهم عشان الأعداد لغاية دلوقتي يعني مش مظبوطة. يعني هي الأعداد في دلوقتي المفوضية لشؤون اللاجئين في مصر عدد اللاجئين مكتوبة 800,000، ولكن الحقيقة احنا عندنا 10 مليون لاجئ ويمكن أكتر كمان. يعني الحكومة بتقول 10 مليون لاجئ وممكن تكون أكتر، واحنا بنصرف على اللاجئين يعني كتير، فلوس كتير. احنا مش بناخد منهم فلوس لغاية دلوقتي، احنا مش بناخد فلوس، ولكن احنا بنصرف عليهم. يعني اللاجئين اللي بيقولوا احنا بنصرف على البلد واحنا اللي بندفع فلوس، لا، ما بيدفعوش حاجة، احنا اللي بندفع. مصر هي اللي بتصرف. وكمان اللاجئين ضغط على البنية التحتية في مصر، عندنا في الطرق وفي المدارس وفي المستشفيات وفي الجامعات. واحنا احنا عدد سكاننا كبير، مصر عدد سكانها كبير، ومصر مش بلد لجوء. انا بقول لو مصر فعلا يعني قادرة ممكن تستوعب الناس دي، لو ما عندناش أزمة اقتصادية، ما عندناش مشكلة، ممكن نستوعب عادي. والناس حابة والمصريين حابين كده اللاجئين، ومقدرين اللاجئين فعلا ان هم هربانين من بلاد فيها حروب وفيها أزمات كبيرة، والناس مقدرة. ولكن احنا مصر مش قادرة تستوعب العدد ده كله. احنا عندنا زيادة سكانية كبيرة، والحكومة بتقول ما تخلفوش كتير، و2 بس كفاية. وبعد كده اللاجئين يبقوا على عدد دفعة واحدة. المشكلة ان كمان اللاجئين جايين دفعة واحدة، مش على سنين طويلة، لا، ولكن انهم جم في فترة صغيرة. فعلشان كده عملت المشكلة والأزمة الاقتصادية اللي عندنا. أحكي لكم قصة. واحدة عايزة تدخل بنتها مدرسة تجريبية حكومية، كان جنب بيتها، يعني مفيش بعد خطوات بسيطة يعني، ولكن ودوها فين؟ مدرسة تجريبية حكومية تانية بعيدة قوي، بتركب مواصلات وتعب عليها وعلى البنت. بالرغم ان المدرسة اللي جنبهم دي فيها لاجئين، على فكرة فيها عدد من الأجانب، يعني مش مصريين، فيها لاجئين. تخيلوا بقى الحكاية دي، يعني ان المصري مش ما يلاقيش مكان في المدرسة، صعب قوي الحكاية دي. وانا بقول ممكن يكون قانون اللاجئين فعلا يبقى في حل ليه للمشكلة اللي عندنا، يبقى في تحديد وحصر للأعداد، ويعني ممكن تكون فايدة لمصر كبيرة، وهنشوف قدام هيحصل ايه. ربنا يحفظ مصر. وانا بقول انا مع البلد دي ومع قائد البلد، وقائد البلد خايف على البلد فعلا، خايف على البلد اكتر من الناس نفسها. وفي اخر حلقة ما تنسوش اشتراك ولايك والشير وتفعيل الجرس،
واتفرجوا على الفيديوهات القديمة واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.